رح اعلمكم هون تريك. جلدي وايدنا بدها تتحرك على العضله، انتوا بس قلدوني. الشرح بسيط بس الطريقه مفيده. نحن عم نشتغل، رح احكي لكم عن الفوائد. بما انكم بتقولوا عن الفيزيوثيرابي انه هو مساج، اليوم مش جاي خانقكم، اليوم رح اعلمكم تعملوا احلى مساج لوجهكم. يلا ما تنسوا تعملوا لي فولو وشير لرفقاتكم وخلينا نبلش. انا رح اعمل مساج مع سكراب، انتم فيكم ما تعملوا سكراب اذا بدكم. اول شيء رح اعمل وجهي بالغسول لانه بشرتي جافه، عشان بس خلص ما بدي اشيل الزيت عن وجهي. بدي اخلص هيدا الغسول، رح غسل وجهي وبرجع لكم. غسلت وجهي وهلا رح استعمل سكراب. بدي استعمل سكراب بقلبه هو زيوت بعتقد، فمش رح استعمل زيوت تانية. فيكم انتم تستعملوا الزيت اللي بدكم اياه. هلا انا رح اعمل سكراب عادي، انا ما بتفرق معي، بس انتم اذا بتعتبروا انه هيدا الشيء بيأذيلكم بشرتكم مثل ما بدكم. اجت اختي شو بدك، هاشلح الخاتم وراح استعمل زيت جونسون عادي، اي زيت. هلا انا مش رح اوصف لكم كريمات وزيوت، كل مين هو ونوع بشرته، رح افركم هيك بايدي وراح يكون الشرح بسيط بس الطريقه مفيده. رح نقسم الوجه 1 2 3 اقسام. نبلش. قبل ما نبلش، في نحن عنا العقد الليمفاويه هون، بدنا نعمل لهم مساج علشان يفتحوا كرمال نشيل التورم من الوجه. نحن عم نشتغل، رح احكي لكم عن الفوائد. اول شيء بنمسح كانه شو بس هيك عم نمد الزيت على وجهنا، وما بننسى الرقبه 3 مرات، وبناخد صوب دينينا كله صوب الدينين والرقبه بهيدي الطريقه. لحتى نقدر نعمل مساج بدنا نكون نحن بنعرف وين العضلات، كيف شكلهم، كيف شكل الفيبر للميوسك الموجود. انا ما رح افوت لكم بهيدا التفاصيل، انتوا بس قلدوني. عضله الجبين هي هيك شكلها، 3 مرات 3 جولات. ايه حناخدها هيك لعندية العضلة اللي هون تومبورال، اللي هي مسؤولة عن وجع الراس. وحتحسوا انه هيك عضلاتكم عم يوجعوكم انتوا عم تشتغلوا. انتبهوا، بدنا مش نحرك ايدنا على الجلدة وايدنا بدها تتحرك على العضلة. بنبلش بالعيون. العضلة تاعت العين اول عضلة هي هيك موجودة على شكل دائرة. هنستعمل هيدا الاصبع لانه خفيف على العين. وهلا بنطلع هيك. هون بيكون في تريجر بوينت. تريجر بوينت هن نقطة الوجع. هلا من فوق الحاجب في عنا نحن عضلات هون هن مسؤولين عن العبوس. السؤال، هل منقوي عضلات وجهنا ولا منرخيهم؟ عادي اتركوا عضلات وجهكم بحالهم. اذا حدا صار عنده لقوه او شلل بالوجه اكيد بده يقوي عضلات وجهه، بس اذا انت ما عندك شيء ليه بدك تقوي العضله؟ بس لتقوي العضله بيطلع لكم تجاعيد. بس تقووا عضله الجو لاين، هون بيفكروا حالهم انه حيعملوا هلا خط الجو لاين، اعملوا فيلر اهون. بصير في عندكم وجع راس، وجع تكسوا على اسنانكم، ممكن تكسروا دراسكم، ستريس، فشو بدكم بهيدي الشغله. في عنا عضله وحده اللي هي هون بين السورسي هيدي. هلا عنا الخدود. كيف شكل الخدود؟ هاي الحركه بنعرفها من نحن وصغار، هيك شكل الخدود جمالي. ما بنعمل هيك بننزع وجهنا صوب الدينين. هلا عنا الجو لاين. العضلات عنا نحن هيدي العظمه، في عضلات من هون وعضلات من هون، فنحن بنعمل هيك بدنا نحس بالعضلات. اختي اتركي الكاميرا لو سمحتي. نفس الشيء هون. هلا انا عندي جو لاين، ما حكذب عليكم من ورا المساج، خلقة الله. بس انا الي سنين بعمل مساج لوجهي بالاسبوع مره، سنين، وما عندي الحمد لله ولا مشاكل بوجهي. ما بننسى الرقبه، وعنا هون عضلات عندي بتتقل جد انه بيريحوا. اوكي، وهون ما ننسى هون. هل ممكن ينرسم الوجه بسبب المساج؟ رح منلاحظ نضاره بالبشره، الاويل اللي حنحطهم والبرودوي حتشربهم البشره بسرعه، بس بدنا وقت. ولحتى هيدا الوجه ينرسم ممكن ليه؟ لان كل السوائل رح تتصرف من الوجه، حيبطل الوجه مبجبج، رح بصير مرسوم. هيك بصير مرسوم، مش لانه حفرناه، نحن منا عم ننحت. العضله اللي بعدها هن هون هيك لهون، هن من زاويه التام
لهون ومن هون هيك مش نزول ننزل البشرة لتحت، لا طلوع هيك. بتضلكن تعيدوا لتحسوا انه هيدي العضلة صارت ريلاكس على الاخر. العضلة اللي حوالي التم هي هون عندي الشفاف موجود، يعني تعملوا مساج للشفاف. العضلة اللي هون بيطلع تجاعيد من قروس. احنا هلا عم نحرك كمان الدورة الدموية، فكل الفيتامينات اللي بالجسم حتجي على الوجه، لهيك لازم يكون في عنا فيتامينات بجسمنا. انتبهوا لاكلكم. الاشخاص اللي بكزوا على اسنانهم، بيوجعهم حنكهم، عندهم وجع راس، هون هيدي العضلة اذا بتطبقوا راسكم على بعض بتبين. هاي العضلة شكلها مربع او مستطيل، الفيبر اللي لها هيك. ما تشدوا كتير عليها علشان ما تلتهب وتعمل ردة فعل عكسية. نعمل لها مساج على خفيف على الخفيف. واخر شي بضل في عنا شو؟ المنخار. هذا السكراب هو هيك دوائر، يعني هذا السكراب رح بيشلكن الرؤوس السوداء والزيوت عن المنخار. وشو كمان فايدة من الفوائد؟ هون وهون نحن عنا جيوب أنفية، هون الجيوب الأنفية بس تعملوا لهم مساج بيتصرف كل شي فيهم، فحتحسوا كتير براحة. لكن أسباب وجع الراس هن كتار، بس اللي لهم علاقة بعضلات الوجه. أول شي هون هي العضلة لآخر الجبين بتكفي. هيدي العضلة كرمال هيك اللي بيعملوا بوتوكس بيروح وجع راسهم، لأنهم بيعملوه بالجبين. تاني عضلة هي هيدي وهون. واخر شي اعملوا مساج لورا دينيكم كمان على شكل دوائر، كمان بيروح وجع الراس. وبعدين ننتقل لعضلات الرقبة اللي هن بيعملوا كمان وجع الراس. نحن اليوم رح نحكي بس عن الوجه، رح اعيد البروسس هيك كله ورا بعضه لقطة واحدة وراقبوها كتير منيح. ننسى الرقبة. هل نحن هيك خلصنا؟ لا، بس حتى نخلص كل شيء بنرجع بنعيد كأنه هيك عم نملحس على البشرة نفس الخطوات بس ملحسة، عشان نقول للدماغ انه نحن خلص خلصنا. تمام، كله باتجاه التاني. قديه مدت هيدا المساج؟ هيك بس 3 مرات وخلاص؟ لا، فيكن تضلكن نص ساعة، ربع ساعة، 40 دقيقة، قد ما طولتوا الاستفادة بتكون أكتر. وإذا أول مرة حتحسوا أصلا إنه عضلاتكم عم يوجعوكم، بدكم بعد أكتر بتعملوا مساج. آخر شي رح منشوف نوع الريزيديو اللي طلع من بشرتنا، لأنه ممكن إنه يطلع قد ما كنتوا عاملين سكين كير وقد ما كنتوا. أنا هلأ غسلت وجهي قبل ما حتى يبلش بالغسول، خاصة إذا بتحطوا مكياج وإذا بتطلعوا لبرا على الغبرة، غبرة السيارات وغبرة الجو تلوث الجو، كله بيعلق على الوجه. كرمال هيك اصلا كتير مهم انه نعمل مساج. اكيد بده يطلع شيء بالاخر من الوجه. هلا انا رح فرجيكم، خليني بس مسح وجهي كتير منيح فرد مره. مش تخلصوا وتحطوا مؤشر وتونر ومدري شو، لا، ماكسيموم مي ورد. حفرجيكم، ما بعرف اذا مبينين كتير على الكاميرا. اذا انتوا اول مره بتعملوا مساج ممكن يطلع بعد اكتر، ما تنفجعوا. يلا جربوا للمساج وخبروني شو بيطلع معكم، وجربوا لامهاتكم رح يدعوا لكم كتير. يلا باي.